ده هو مور عيل في ثانوي ولسه عايش في نعام الجهل يا صديقي، وما عندوش اي محتوى في حياته غير انه معجب ببنت عبيطة معاه في الفصل واسمها مي، وهيم في حبها ومجنون ومهووس بيها حرفيا. وبيفضل يتخيل نفسه معاها على طول وانهم عايشين في قصة حب لدرجة انه في يوم من كتر ما هو سرحان كانت هتيجي عربية تدوسه. لا فوق معانا كده شوية يا عم مورا، هتروح ضحية الحب من أولها ولا إيه؟ وبيوصل عمنا مورا للمدرسة كالعادة، والدنيا بتبقى عظمة بالنسبة له طول ما هو واخد المقعد المثالي في الفصل بالنسبة له، وهو طبعا المقعد اللي جنب المزة مي بتاعته واللي دايما جنب الشباك علشان الحبكة الدرامية وكده. بس النهاردة بقى مي بتيجي مكشرة وضربة بوز وكأنها عايزة تضرب أي حد قدامها بالقلم، ومورا بيلاحظ إنها جاية كمان من غير نضارتها لأول مرة في حياتها. ومي بتروح تكلم مورا بما انه يعتبر جارها في الفصل وتقول له ما تاخدش بالك مني لو لقيتني مكشره، اصل مش لاقيه النضاره النهارده وانا من غيرها حرفيا عاميه وما بشوفش، والموضوع بيطلع اسوأ مما مورا يتصور. دي مش عارفه حتى تطلع الكتاب ولا تشوف اي حاجه فعليا، لدرجة انها بتطلب منه انه يساعدها، وهي بتقرب منه وبتقعد جنبه وبتبتدي تتلزق فيه بحسن نية علشان تعرف بس تشوف الكتاب ده بيقول ايه. اما بقى بالنسبة للولا مورا فخلاص قرب يموت، وهنطلب له الاسعاف كمان 5 ثواني من كتر ما هي لازقة فيه. ومع ذلك بقى صديقي ده بيبقى اسعد يوم في حياة مورا، وبيدعي ربنا انها تنسى نضارتها كل يوم لو هيفضلوا على الحال ده حب من اول نضارة ده مورا ولا ايه؟ ومن بعد كل الحب ده بتيجي مي تخبط مورا خازوق لما بتقرب منه وتقول له انت ابن مين يالا، وهو يا دوبك بيعرفها بنفسه ويقول لها فيا وليه انا مورا اللي قاعد جنبك من اول السنه، يعني انت ما بتشوفش وكمان عندك زهايمر. وبعد انتهاء اليوم الدراسي عمنا مورا بيبقى مروح بيته في امان الله، لكن بيلاقي ان مي لسه قاعده في المدرسه وشكل في حاجه معاها، فبيسالها مالك، لكنها برضه بترد بنفس السؤال وبتقول له انت ابن مين يالا، وهو بيضطر يعرفها بنفسه مره تانية. وهي بترجع تفكر بعد معاناة وبتشتكي له ان الجزمة بتاعتها فجأة كبرت مش عارفة ليه، بس مورا بيكون خلاص قرب يتجنن وبيقول لها يا ولية دي الجزمة بتاعتي. وبيسألها هو فين الخزنة بتاعتك اللي فيها جزمتك، وهي بتوريها له وبتقول له انا حافظة الجزمة بتاعتي كويس، ما كانش فيها لون اخضر قبل كده. ومورا يعني بيبقى مكسوف يقول لها ان الطشاش الاخضر اللي شايفاه على الجزمة ده ضفدع واقف على الجزمة، فبيمشي من سكاته وبيعمل نفسه من بنها. وبيرجع لها جزمتها وهي بتشكره وبتمشي، لكن بيوقفها ويعرفها انها كمان ماشيه من غير ما تربط رباط الجزمه، وبيعمل فيها الراجل الجيركن مان وبيربطه لها، وهي بتحلف له انها هيجي يوم وترد له الجميل العظمه اللي هو عمله ده. يا ست روحي بقى، مش لما تبقي تفتكر هو ابن مين اساسا. وقبل ما تمشي يا معلم بتقول له انها عايزه تجيب النضاره بكره علشان تشوفه وتحفظ شكله، لان الاستاذ مراد الزنديق بيقعد طول الليل حرفيا يدعي ربنا انها تنسى النضاره تاني، وده علشان برضه تتلزق فيه وتقعد جنبه مره تانيه. وبالفعل تاني يوم مورا بيبقى رايح المدرسة وبيشوف مي وهي رايحة المدرسة هي كمان، بس من غير النضارة برضه، وبيندم انه ما دعاش ربنا ساعتها ب10 مليون دولار ولا حاجة مادام كانت السما مفتوحة وقتها. لكنه بيسمعها بتقول من بعيد انها دست على النضارة وكسرتها في البيت، وهنا بيدرك انه راجل نحس ووصل النحس بتاعه المي كمان، وعلشان كده بيعمل نفسه واصي عليها في المدرسة وبيفضل قاعد معاها طول حصة الألعاب لحسن تيجي الكرة في راسها ولا حاجة. لكنه بيطلع عيل كوتي اصلا وبياخد ضربة في بطنه وبتطلعه بره الملعب تماما. ومن بعد حصة الألعاب دي بيرجعوا الفصل تاني، ومي بتروح في سابع نومة أساسا، وبتصحى في النص تبص على مرا وتقول له صباح الخير يا بابا، وبتبقى ما شاء الله البنت محتاجة تروح سراية المجانين ولا حاجة، وبتروح تكمل نوم على كتف مرا زي العبيطة، والمستر بيجي يضربهم هما الاتنين في الآخر من العبط اللي هما شغالين فيه ده. والمشكلة مش بتخلص لحد هنا، لأن تقريبا المدرسة كلها عامية، وعلشان كده ما بين كل الطلاب بيقرروا يخلوا مي هي اللي تمسك الغدا بتاع الطلاب، وكمان هتغرف لهم الأكل وهي أساسا ما بتشوفش. وبتخرب الدنيا طبعا، واحد تديله اكل قليل والتاني تكب الاكل عليه، وكل ما مرة يحاول يساعدها هي بتعاند معاه وتقول له لا انا قدها وقدود. وفي نص المهزله اللي بتحصل دي عمنا مورا بتقوم عليه حاله الرومانسيه، وبيفضل يسال مي اذا كانت حابه اصلا الاكل اللي بتقدمه النهارده، وبيفضلوا يحكوا ويتغزلوا في بعض، والعيال واقفه طوابير مستنيه دورها علشان تاكل وتتكل على الله. وبعد ما اخيرا بتروح لعند مورا بتغرف له طبق شوربه كبير وبتعمل نفسها كريمه وتقول له انها شالت ليه شويه لحمه كتير في الشوربه، وده نوع من رد الجميل لمساعدته ليها. ومورا بيحس انه دخل الجنه خلاص من الفرحه، بالرغم من انه لما بيبص في الشوربه مش بيلاقي حته لحمه واحده اصلا، ده بيلاقيها كلها بطاطس، بس بيحط 100 جزمه في بقه وبياكل وهو ساكت. وفي اليوم اللي بعده مي بتيجي المدرسة من غير نضارة برضه، بس المرة دي بتطلع من شنطتها عدسة نظر وبتبقى عايزة تحطها بدل العمل اللي هي فيه ده، لكن مش بتقدر وعينيها بتدمع، ومورا بيعمل فيها الفارس المغوار وبيأفور الدنيا لما بيقول لها قدام العيال كلها في الفصل مش ضروري تلبسي عدسات، يعني كده كده انا موجود وهحميكي من اي شر حواليكي، شكلك كبرت الموضوع شويتين يا عم مارو، ده عدسات يعني مش هيرن نار هتتضربهم في دماغها، والعيال بيفضلوا يضحكوا عليهم. واخيرا وسبحانك يا رب مي بتيجي المدرسة بنضارة، سمعوني يا جدعان زغروطة ولا اي حاجة.
بس يا فرحة ما تمت علشان هي برضو مش شايفة أي نيلة من النضارة لأنها مشبرة وبتفضل مكشرة طول اليوم بسبب ده، لكنها بتاخد خطوة مهمة جدا وبتطلب من مورا إنه يديها رقمه على الواتس علشان تتواصل معاه لو احتاجت حاجة بعد كده. ومورا خلاص يا معلم بيكون ساعتها حقق كل أحلامه في الدنيا ومش عايز أي حاجة تاني ونال رضاها خلاص. وفي عطلة نهاية الأسبوع مورا الغلبان بيبقى نايم كده لحد العصر وبيصحى على رسالة بتخليه يقع من على السرير، ومي بتقول له فيها تعالى قابلني في المحطة الفلانية حالا، وهو بيجري عليها زي السنب في ثانية إلا ثانية وبيقابلها، وبيلاقيها طبعا من غير نضارة كالعادة وهي بتعرفه إنها ركبت القطر ونسيت نضارتها هناك. ومورا حرفيا بيقول لها هو انت حد عامل لك عمل نضاره ولا ايه يا ست انتي؟ ومع ذلك مي بتطنشه وبتطلب من مورا انه ياخدها لكام مكان كانت عايزه تروحوا منهم كافيه فاتح جديد ومقدم عروض على الكيك، وهو بينفذ لها كل اوامرها كانه خدام عندها والكيكه بتوصل وما شاء الله مي مش شايفه اي حاجه حرفيا، وكمان مش عارفه تاكل منها، ومورا بيقترح انه ياكلها في بقها وهي بتوافق عادي، بس مورا بيحس انه اتسرع وبكده لازم يلحق يجمع تمن المهر والشبكه خلاص ويكلم ابوها علشان يدخل البيت من بابه. وبعد ما مورا خلاص اتوفى من الكآبة بيروح مع مي لمحل النضارات علشان ربنا كرمها وهتشتري نضارة جديدة، واخرا يا معلم بقت تشوف ومورا بيبقى رايح يودعها ويرجع بيته بس هي اللي بتمسك فيه وبتطلب منه انه يقعد يتفسح معاها لاخر اليوم، وطبعا يعني مورا ما بيصدق وبيوافق وبيبقى كأنه في ديت حرفيا. وفي اليوم اللي بعده مورا بيبقى رايح المدرسة وهو آخر روقان علشان يلاقي إن مي في الآخر جاية بكمامة وعندها نزلة برد محترمة وناوية تعديه، وكمان الكمامة بتجيب شبورة على نضارتها فبتخليها تقعد طول النهار عامية ومش شايفة حاجة. انتي هتروحي تعملي ليزك وترحمينا من 200 أم النضارة دي يا إما تقلعيها وترميها في الزبالة. وبعدها بنشوف مورا الغلبان في يوم وهو معدي في الشارع قدام المدرسة اللي ويشوف المجنونة مي وهي شغالة تقول مياو في الشارع وقاعدة على الأرض وبيفتكرها قاعدة بتلعب قطة، لحد ما بيقرب منها ويكتشف انها عبيطه وشايفه كيس زباله مرمي في الشارع وفاكره ان قطه كل ده، والناس بص عليها كانها مجنونه حارتكم. وهو علشان يكبر بخاطرها بيروح يقول مياو علشان مي تفتكر انها قطه فعلا، ومي بتروح تملس على القطه اللي هي اصلا كيس زباله، والكيس يا معلم وقتها بيطير وبيخبط في مورا بالغلط. احنا المفروض بعد كده نلزق النضاره في نافوخك مش على وشك. وبعد كل اللي مورا بيعمله علشان مي ده بيظبطها في وضع الخيانة متلبسة لما بيشوفها في الفصل قاعدة مع الولد اللي اسمه زوما واللي بيبقى ملك جمال المدرسة وقعد بيساعدها وبيمسك ايدها كمان، ومورا يا عيني بيتجنن وبيحس انه خلاص كده وان فاضل له شوية ويقوم يرمي نفسه من فوق لحد ما مي بتنادي على زوما باسم مورا، وزوما بيضحك ويقول لها انا مش مورا يا ولية. ومي بتتوتر وبتعتذر له وبتفهمه انها متعوده محدش بيساعدها غير مورا وبس. وهنا مورا بيقوم يرقص من الفرحه لان خلاص كده اتاكد ان محدش متربع في قلبها غيره، بينما زوما من الكسفه بيمشي ويسيبها. وفي اليوم اللي بعده مي بتيجي المدرسه كالعاده من غير النضاره لدرجه ان اصحابها البنات بيزعقوا فيها ويقولها ايه حكايتك، هو انت كل يوم تنسيها؟ ما خلاص بقى ده انت قرب يطلع لك تجاعيد في وشك من كتر ما انت مكشره ومش شايفه قدامك. وطبعا كله الا التجاعيد يعني، وعلشان كده مي بتقرر انها تبطل تبحلق في الحاجه علشان لسه بدري على البوتوكس والفيلر، وبتبص للناس بنظرات عاديه. وهنا بيبقى مورا داخل الفصل وبيشوف لاول مره وهي مش مكشره، وحرفيا الدنيا حواليه بتتملى ورد وحب وقلوب من كتر ما جمالها اخد قلبه. والنهارده بيبقى موافق يوم التنظيف في الفصل والعيال بيفضلوا كلهم يرتبوا ويوضبوا ما بينهم مي واللي قاعده بتكنس في امان الله. ومورا بيلاحظ ان في صرصار واقف قدامها وبيضطر انه يقفل بقه وما يقولهاش ان في صرصار لحسن تتخض ولا حاجه، وبيطلب منها بس انها تقرب منه وخلاص، لحد ما بتيجي عيله غتتها في الفصل وبترقع بالصوت اول ما بتشوف الصرصار ده، واللي بيبقى من حظ مورا الزنديق اللي مي بتشبط فيه بالحضن وبتخاف، بس الفرحه ما تمتش وقتها لان الصرصار ده طلع بيطير. وبعد اليوم العصيب ده مورا بيبقى رايح يقعد مكانه لحد ما بيشوف ان مي اصلا لابسه النضاره على راسها، وان كل ده النضاره معاها من اول يوم وهي اللي طلعت بقرة وناسية، ومورا بينبهها ان النضاره فوق راسها لكنها بتوقع منها وهو بيديها ليها. وطبعا مي بتقوله لبسنا النضاره ويا عيني عليك يا مورا، الولا خلاص بيتخيل انه بيلبس الشبكه في الفرح. وفي اخر اليوم مي بتبقى معديه في الطرقه وبتلاقي ان في شله بنات بيجروا وقع منهم رساله، ومورا بيبقى معدي فبتقول له خد اقرا الرساله دي بما انها مش شايفه، ومورا بيمسك الرساله وبيكتشف انها رساله حب حد بعتها لزوما وسيم المدرسه. ومي مش بتستنى حتى مورا يقراها وبتعمل نفسها جدع وبتجري في الفصل وبتروح توصل الرساله لزوما، والفصل كله بيفتكرها بعت ليه رساله حب وانها هتعترف ليه انها بتكراش عليه، ومورا بيبقى حتى مش عارف يوقف المهزله اللي بتحصل دي. وزوما بيروح يقرا الرساله وبيفهم انها مش بتاعه مي وبيفضل يضحك عليها وعلى عبطها، بينما مورا بيبقى قاعد يراقب وهو حاطط ايده على قلبه، وده احسن يوعد مي ولا حاجه، ما هو كل البنات هتموت عليه. وفي الاخر زوما بيدخل الفصل وهو معاه رد كاتبه الرساله وبيديها لمي، ومي طبعا مش بتشوف فبتدي الرساله لعمنا مورا يقراها.
ومورا بيفتح الرسالة بيلاقي زوما كاتب فيها انه عارف ان مي معجبة بيه، ومن ساعتها بقى يا معلم ومورا بقى عنده عقدة من حاجتين اتنين بس، الرجالة الوسيمين ونضارة مي اللي بتحطه دايما في مشاكل. ويعني ربنا يكون في عون مورا، وهو بيبقى ماشي عادي مروح بيته والدنيا باردة حبتين كده، فبيقرر يشتري مشروب سخن، لكنه بيلاقي مي قدامه وهي طبعا من غير نضارة، وبتسلم عليه وتقول له انها تشتري كوباية كاكاو سخنة، وهو بيبقى عاوز يساعدها بما انها مش شايفة اصلا، بس هي بترفض وبتعمل فيها سبع رجالة في بعض، وفي الاخر بتقوم شاري قهوة بطعم المرار الطافح وبتدبس الغلبان مورا في انه يشربها وخلاص. وبعدها بيوم بيكون مورا رايح المدرسة وهو متأخر وشغال يجري زي المجنون في الشارع، فبيلاقي ان مي متأخرة هي كمان، فبيصبح عليها وهي بتجري وبتقوله صباح الخير يا عم احمد يا بتاع الفطير، وبعدين معاك يا ست مية يعني عمية القلب والبصيرة كمان. ومورا بيكون اتعود على العبط ده خلاص ومطنش، لحد ما مي بتقوله انها زعلانة لانها هتقابل مورا النهاردة بمنظرها العبيط وشعرها المنكوش ده. وبعدها بتكمل جري للمدرسة ومورا بيغمى عليه من الجمدان انها لسه بتفكر فيه، مع انها فاكراه عم احمد بتاع الفطير اساسا. ولما بيروح المدرسة طبعا مي مش بتقدر تعيش من غير محتوى وإصابات، فبتلوي رجليها ونضارتها بتتكسر كالعادة، وبيضطر مورا انه يشيلها يوديها اوضه الممرضه، وهي هناك بتعتذر لانها تقيله عليه اصلا وتخنت وبقت عجله، وهو مش بيهمه لان حبها في قلبه 5 طن. ومن بعدها تقريبا المدرسين فاكرين مفيش حد موجود يخدم في المدرسه غير مي تقريبا، وبيطلبوا منها انها تعلق جدول الحصص الاسبوع على الحيطه، بس مش بالطول، فبيجي مورا يساعدها وبيطلع انه عبيط وقصير هو كمان. فبيجي زوما معلم الوسيم يساعدهم وبيعمل نفسه الراجل جيركن مان اللي مفيش منه، ومورا بيحزن وبيتمنى لو كان طويل، بس مي بتقف في وشه وتقول له لا انا بحبك أزعة كده علشان اعرف اقرب منك واشوف وشك عادي. وهنا مورا السمب بيفضل يدعي على نفسه انه يفضل قصير طول عمره. واثناء ما هو ماشي في الطريق مرة تانية بيشوف مي وهي قاعدة تتطوح في الطرقة وبتدور على نضارتها، وهو بيفضل يسأل يا ترى هي نسيتها فين المرة دي، لحد ما بتيجي بنت معاه في الفصل اسمها سومي بتنادي عليه وتقول له انها لقيت نضاره مي مرميه على الارض، روح انت اديها لها بما انك اللي قاعد جنبها في الفصل. بس البنت سومي بتفضل تتنمر على كعب النضاره بتاع مي وانها نضاره غريبه وبتخلي مورا يلبسها، ومورا حرفيا بيجي له صداع اول ما بيلبسها، لدرجه انه بيقع على سومي بالغلط، وفي الثانيه دي بتكون مي معديه وبتشوف المنظر ده بس طشاش، وبتفتكر ان في اتنين بيتغزلوا في بعض لحد ما بتسمع سومي. وهنا تقريبا نار الغيره بتولع في مي لانها بتروح تبعد مورا على طول من جنب سومي، ما هي عايزه ليه لوحدها ومحدش بيخدمها غيره. وبعد اسبوع بنشوف مي بعد ما ربنا كرمها الحمد لله وجت المدرسه بالنضاره، وحرفيا الكل بيقيم الافراح ما عدا مورا اللي حزين بكده، وده لانها معرفتش هتتلزق فيه، فبيكتشف انه ناسي الكتاب، فبيطلب من مي انها تخليه يبص معاه في الكتاب، وهي طبعا ما بتصدق لانه على طول بيساعدها، وهي عايزه ترد له الجميل فبتقرب منه كالعاده وبتقعد جنبه وبتطلع بعد المدرسه معاه في ديت غير مباشر. وده لما بتروح مع المحل بتاع النضارات علشان تختار نضاره جديده، وكل ما تاخد رايه في اي نضاره يقول لها عظمه وجميله مع انها بتبقى نضاره زي الزفت. بس نعمل ايه يا صديقي بقى، الحب اعمى. ومن بعد ما بتنتهي مهمه النضاره بنجاح ما تفتكرش ان مي هتيجي المدرسه بالنضاره عادي كده، لان مورا بيلاقيها جايه مكشره من غير النضاره وبتقول له انها نامت عليها بالغلط وكسرتها. وفي عطلة نهاية الأسبوع مورا بيبقى طالع يشتري لأمه كاتشب لأن الكاتشب خلص من بيتهم، وأثناء ما هو بيتمشى بيلاقي إن كل المحلات عارضة شوكولاتة للبيع، وده طبعا بمناسبة إن عيد الحب قرب، وبيتمنى ساعتها لو إن مي تجيب له شوكولاتة في عيد الحب، وهو كمان بس من حظه الأسود إنه بيقول الكلام ده بصوت عالي. وسبحان الله مي بتطلع موجودة في الشارع وبتسمعه وبتفضل شابطة فيه، وهي مصممة تعرف هو عايزة تجيب له ايه بالظبط، وبيفضل ساكت طول الطريق. ومع ذلك هي بتمشي وراه وبتروح مع السوبر ماركت برضه لان امها بعتها تجيب طلبات برضه. وهناك طبعا السوبر ماركت بيبقى كله عروض على الشوكولاتة، والموظفين بيجروا وراك علشان يدوقوك الشوكولاتة وتشتري غصب عنك. ويوم ما مورا بيكون عايز اخيرا يستغل ان مي مش بتشوف حاجه وانها تطنش حوار الشوكولاته، بتيجي الموظفه من المحل وبتنادي عليها، وده علشان تاكل شوكولاته ببلاش. ومي بتعرف ان عيد الحب قرب وبتقرر انها كمان تستخدم ذكائها الخارق، وبتستنتج ان مورا عايزه تديله شوكولاته في عيد الحب هي كمان. ومورا خلاص بيدفن نفسه بالحياه لانه ما كانش عايزها تعرف انه معجب بيها لانه خايف من الرفض، بس بيتصدم وقتها. وده لما بتقوله انها كده كده بتدي اصحابها كلهم شوكولاته في عيد الحب وكانت ناويه تديله هو كمان. وبالفعل بيجي يوم عيد الحب ومي بتبقى قاعده توزع الشوكولاته على الفصل كله، ومورا بيبقى عامل نفسه من بنها وهو من جواه اصلا هيموت ومستناها تيجي تديله الشوكولاته. واما بتيجي اخيرا بتفضل تدور في الكيس وبتكتشف انها وزعت كل الشوكولاته اللي معاه وما تبقاش حاجه لمورا. ده انت راجل وش فقر اقسم بالله. ومورا بيحاول يصبر نفسه حرفيا وبيقول في نفسه خلاص تتعوض السنه الجايه، ودمعته على خده. بس مي بتيجي وبتقوله انها عايزاه ضروري بعد المدرسه،
ولما بيقعد معاها بتعترف انها لازم تشتري ليه اي حاجه وتديها له، ما هو ما تبقاش عاطيه الفصل كله هدايا ما عدا هو، وهو بيعمل نفسه مكسوف والكلام ده ومش لازم، ومي بتبقى مصممه انه يطلب منها اي حاجه هو عايزها حرفيا. وفي الحالة دي الحاج مورا بيتهور وبيكون خلاص على وشك انه يعترف لها بالحب ويولع الدنيا، بس كل ما يحاول يتكتم حرفيا ولسانه بيتعوج وبيتشل، وكأن القدر لسه مش عايز يخليه يعترف لها بالحب، وعلشان كده بيضطر انه يغير الموضوع. ومي في نص القعدة بتقوم مطلعة حتة شوكولاتة بايتة من جيبها من سنة 90 تقريبا وبتديها لمورا وبتقول له خد يا عم ابسط، لقيت الشوكولاتة دي في جيبه وهو بيفرح زي العبيط. يا جماعة انا نفسي اوصل لمرحلة الرضا اللي مورا وصل لها دي بجد. وبالليل مي بتكون اخدت شوكولاتة كتير من اصحابها وبتقعد تاكل فيها طول الليل، واما بتصحى الصبح بتقرر توزن نفسها وبتلاقي انها لسه لها شويه وتكسر الميزان، علشان كده بتروح المدرسه وهي باين على وشها حزن الدنيا، لدرجه ان مورا بيشوفها وبيفتكر ان في حد ميت عندهم ولا حاجه وبيسالها ايه اللي حصل، وهي بتقوله انها في مود سيء لانها هتضطر تعمل دايت دلوقتي وما ينفعش تاكل اي حاجه مسكره، وهو اصلا الراجل كان جايب لها هديه شوكولاته تاني يوم. وفجاه زوما الغلس بيجي لعند مي وبيديها شويه بسكوت كرد على هديتها ليه امبارح، ومي بتبقى هتموت وتاكل البسكوت، بينما مورا بيولع من جوايا عن زوما يديها هديه وهو لا اليه يعني. ومي خلاص مش بتقدر تمسك نفسها وبتبقى رايحه تاكل من البسكوت، ومورا مش بيرضى مادام هي كده كده هتلتزم بالدايت يبقى اول حاجه مسكره تاكلها تبقى من ايده هو، وعلشان كده بيتشنج وبيديها الهديه بتاعته علشان تاكلها، وبيعمل نفسه كانه حقق اعظم انتصار في العالم حرفيا. بعدها بكام يوم يا معلم مورا بيكون رايح الفصل عاد الصبح، وبنشوف مي وهي ماسكه كارت من محل حلويات وبتعرفوا انها كسبت الكارت ده ولازم تبعته في اقرب وقت بريد علشان تكسب كيكه ببلاش، وطبعا مورا بيشوفها جايه من غير النضاره فبيقترح عليها انه يروح يوصلها، وده طبعا بدل ما التوه ويحط صورها في صفحه المفقودات في الجرايد. واصحاب مورا بينادوا عليه ويقول له بقى تعالى معانا بعد المدرسه ورانا حجز كوره، وهو بيفرح عادي وبيوافق، لكنه بيفتكر وعد مي انه يوديها مكتب البريد وبيبقى ناوي يستغل الموقف كمان، وانه هيتفسح معاها شويه كنوع من انواع الديت الغير مباشر، فبيعتذر من اصحابه ويقول لهم معلش مشغول مش هقدر اجي النهارده. لكن مي بتسمعه وبتفتكر انه مرضاش يخرج مع اصحابه علشان شايل همها وانها بتسبب له مشاكل، ومن ساعتها وهي بتتعقد نفسيا وبتفكر انها مسببه له مشاكل ومعطله حياته بسبب انها عبيطه ومش بتشوف اساسا. وعلشان كده مي بتعمل نفسها البنت المستقله وبتروح طول اليوم ترفض مساعده اي حد حرفيا، وبتشوف اللي هي عايزاه بنفسها لكنها عبيطه وبتتوه في المدرسه اصلا، ومورا المسكين هو اللي بيكتشف كده، وهي بتعترف لانها ما كانتش عايزاه يضيع الخروجه مع اصحابه، وهو بيتفهم ده وبيروح يلغي الديت الغير مباشر اللي في دماغه، وبيروح زي الكلب الكشك جنب المدرسة يوصل لها الرسالة عادي، وبعدها بيخرج مع أصحابه على طول زي ما كان عايز. وبننط نطة كبيرة بقى للسنة الدراسية بعدها، ومورا بيدخل السنة وفاكر نفسه داخل في سن ال30 فجأة، لكن بيبقى فرحان إن مي معاه في نفس الفصل، ومع ذلك عنده شعور غريب بالتوتر السنة دي، وبيبص على مي بيلاقيها واقفة نعسانة أصلا في حفلة تكريم اللي المدرسة عاملاها لها أصلا، واللي سبحان الله بينادوا على الطلاب المثاليين وبيكرموهم، وبيطلع إن منهم مورا ومي أساسا. ومي بتبقى طالعة ضربة 100 تكشيرة وبوز، وكل اللي واقفين مستغربين هي البنت النكدية دي ومش عارفين انها مكشرة عشان بتحاول تبحلق في الناس، وانها مش شايفة حاجة، وعمنا مورا عامل فيها شرطة السمعة الصالحة وبيحاول يهزر مع مي علشان تفرد وشها شوية. وبعد التكريم الكل بيروح فصله وبيعملوا قرعة علشان يشوف كل واحد هيقعد فين في الفصل، وبيطلع قرعة مورا نفس المكان اللي كان فيه السنة اللي فاتت، وبيفضل يدعي ربنا ان كمان مي تبقى قاعدة جنبه مرة تانية، لكن بيحصل العكس وهي أسوأ كوابيسه، لأن مي بتطلع قرعتها تقعد جنب وسيم المدرسة زوما. وخلاص كده مورا بيفقد الامل في الحياه لان مي بتقرا المكان غلط ومش هتقعد جنب زوما، دي المفروض تقعد جنب بنته، ومورا خلاص بيقيم الافراح وبيبتدي يتعرف على البنت الجديده اللي قاعده جنبه، لكن مي بتفضل طول الحصه متغاظه من ان مورا قاعد جنب بنت غيرها اساسا، وبيكلمها كمان، بس فجأة البنت اللي جنبه بتقوم في نص الحصة وبتقول له مي انها مش شايفة حاجة وبتستأذنها تبدل معاها الأماكن، وطبعا مي ما بتصدق توافق وبتروح تقعد جنب مورا مرة تانية، ومورا بيحس انه خلاص خلص حظ 4 سنين قدام على الحركة دي، ولما بيسأل مي هي ليه وافقت اصلا مع ان المفروض نظرها ضعيف ومش شايفة كويس، فمي بتقول له ان كده هتعرف تنام في الحصص زي الاول عادي. الله عليك يا ست مي وعلى تفكيرك العالي، وانا اللي فكرتك بتحبيه علشان كده رحت قعدت جنبه. وفي حصة الرسم الميس بتطلب من العيال انهم يتفرقوا في مجموعات مكونة من شخصين وكل واحد يرسم الشخص اللي قدامه، وطبعا مي ومورا بيختاروا بعض، ومورا بيعمل فيها الاستاذ المرحوم فان كوخ وهو بيرسم مي،
مي بينما اصلا مي مش شايفاه تماما، وبتفضل تقرب منه علشان ترسمه فمش بتعرف، وفي الحالة دي بتقول انا هرسمك من وحي خيالي على حسب ما اتذكر ملامحك وخلاص. ومورا بيفتكر ان دي خلاص قمة الحب والرومانسية، وبيجي الوقت اللي كل واحد فيهم بيوري الرسمة بتاعته للتاني، وما شاء الله مي مش بترسم مورا، لا دي بترسم الحنكليس يا معلم. ومورا من الفرحة والسنبنة بيحلف انه هيعلق اللوحة دي في اوضته لحد ما يموت، والميس اصلا بتجمع اللوحات وبتاخدهم معاها. وبعدها بحبة حلوين مورا بيبقى خلاص مروح بيته وجاي ياخد شنطته من الفصل ويمشي، فبيلاقي ان الاستاذة مي ناسية نضارتها في المدرسة برضه، وبكده ممكن تضيع، فبيكلمها بسرعة على الواتس ويعرفها انها نسيت نضارتها، وهي بتقترح عليه انه يسيبها في اي داهية وتبقى تاخدها اما ترجع المدرسة تاني وخلاص. بس بيبقى بكرة موافق عطلة نهاية الاسبوع، فبيقترح عليها مورا انه يروح النضارة معاها البيت علشان ما تضيعش وما تتكسرش، ومي بتوافق اصلا. بس بالنسبة لمورا اصلا ده بيبقى حلم واتحقق يا معلم. انا تقريبا اول مرة اشوف حد سيمب اكتر منك يا صديقي الاوتاكو. وبيحس انه راح عازم مي شخصيا انها تيجي بيته، وبيفضل معامل النضاره طول اليوم على انه لقى حته اثار حرفيا وبيتهوس بيها، لدرجه ان كل شويه يتخيل ان مي طلع لها روح ولبست الاوضه بتاعته وقاعده فوق الدولاب، والراجل بيتجنن وبيتهوس اكتر لما بالليل مي بتتصل بتطمن على النضاره بتاعتها، وبتقول له معلش لو كانت النضاره شكلها معفن اصل مرميه طول الوقت، وهي ما تعرفش ان مورا اصلا كان ناقص شويه ويودي النضاره للكوافير. وده من كتر ما هو عيل مجنون في دماغه ومنامش يومين ورا بعض في عطلة نهاية الأسبوع لمجرد بس إن نضارة مي معاه في البيت، ما بالك بقى لو مي نفسها هي اللي معاه يا معلم. وبعد ما بيرجعوا أخيرا للدراسة مي بتيجي تصبح على مورا، بس الوضع بيبقى مريب حبتين، وشكل مي كأنها شاربة حاجة، حتى إنها بتقع بالغلط وبتتزحلق على مورا. ومورا المسكين مش بيبقى فاهم هي مالها النهارده، وبيحس إن عايزة تقول حاجة مهمة بس مش عارف إيه هي. وبتيجي البنت سومي الغتتة بتقرر انها تغلس على مي وتقول لها ان النهارده شعرها منكوش، وبتفضل تضحك عليها، ومورا لولا الاخلاق كان زمانه مسك سومي ورماها من الشباك. بس مي مش بتهتم طبعا لرأي اي حد غير مورا، وبتسأله اذا كان فعلا شعرها منكوش ووحش النهارده، ومورا بيطبل لها ويقول لها ان شعرها زي العسل عادي. وبيكملوا باقي اليوم الدراسي، بس مورا بيحس ان كتافه خلاص اتعوجت من كتر القعده، وزي ما قلت لكم هو تقريبا مورا بقى في صحه الناس اللي في 30 سنه كده. ومي بتلاحظ انه تعبان وبتسأله ماله، وهو بيعرفها ان كتافه وجعاه، وهنا مي بتقرر تطلع عليه دكتور العلاج الطبيعي اللي جواها، وبتحلف لان ابوها وامها بيقولوا عليها احسن حد بيدلك اللي كتافه، بتقرر انها تدلك ليه كتافه علشان يتحسن. وهو بيبقى رافض الفكرة تماما، بس مي هي اللي محدش يقدر عليها وبتدلك له كتفه غصب عنه، وسبحان الله مورا بيخف عادي، او دي اثار السنبنة على حسب يعني يا صديقي. وفي اليوم اللي بعده الحمد لله مي بتفتكر تجيب نضارتها، لكن بتلاقي ان مورا نعسان اصلا على الديسك واخد وضعية المشلول وهو نايم. ما هو ليك حق طبعا يا عم مورا، كتفك لازم تتشل اساسا. ومي بتستغل الفرصة بقى لانها لابسة النضارة وبتقعد تبحلق في مورا كأنها اول مرة تشوف بني ادم قدامها، وبتكتشف ان الانسان ده عنده ايدين ورجلين عادي. ومورا بيصحى من النوم بيشوف مي في وشه، فبيتخض وبيسألها انت بتعملي ايه، وهي بتعرفه انها قاعدة بتحفظ ملامحه بما ان ربنا كرمها وجابت النضارة النهاردة. لكنها طبعا مش بتكمل وبتنسى النضارة تاني يوم عادي، لكن من حظها الاسود ان النهاردة الدنيا بتمطر، وبتقابل مورا في الشارع وبتعمل ان الدنيا فل لحد ما بتدوس على الارض المبلولة ولبسها كله بيتبهدل، وبيبقى شكلها عرة. وبيروحوا المدرسة وهناك مي بتطلب من مورا ان يلف الناحية التانية، وبتقوم قلع جزمتها وشرابها وحطاهم في كيس، وبتقعد طول اليوم في الفصل حافية زي العبيطة. ومورا حرفيا بيجيله شلل وبيقرر انه خلاص هيفضل طول اليوم قاعد مبحلق في الشباك. وبعد ما بيخلص اليوم وبيكون مروح لبيته بيلاقي ان مي قاعدة في حديقة عامة ومروحتش بيتها، فبيروح يسلم عليها وبيسألها هي مراحتش بيتها ليه، وهي بتعرفه انها عبيطة ونسيت مفتاح البيت اساسا، ومستنية امها تروح من الشغل علشان تفتح لها الباب. وبتحكي مع مورا وهي قاعدة على المرجيحة وعاملة نفسها عيلة زي باقي العيال الصغيرة اللي قاعدين في الحديقة. اما بالليل فمورا بيروح ينام في سابع نومة وبياكل رز بلبن مع الملايكة، لحد ما مي بتقرر انها ترن عليه في نص الليالي. ومورا بيرد عليها وهي بتقول له يا بنت يا سوكا انا مش عارفه الاقي التلاجة في بيتكم ده. ومورا مش بيبقى فاهم حاجه، وبيطلع ان الاستاذه مي بايته في بيت صاحبتها سوكا وصحيت بالليل تشرب بقين ميه، لكن كسلت تاخد النضاره بتاعتها وعلشان كده تهت في نص الطريق في البيت وبتقفل السكه في وش مورا. ومورا يا معلم بدل ما يعدي الدنيا ويكمل نوم لا ده بيتصل بمي تاني، ومي بتقرر تحكي له قصه حياتها وان سوكا خلتها تتفرج على فيلم رعب، ودلوقتي هي خايفه وبتطلب منه انه يغني لها اغنيه على التليفون علشان يشتت انتباهها. ومورا زي العبيط بيفضل يغني على التليفون لحد ما بيسمع ان امه صحيت من النوم، وهنا بيبدأ يتلبك وبيخرس خالص. ومي اصلا على الناحية التانية بتبقى كل ده قاعدة مستنية يكمل الاغنية عادي. واخيرا الحمد لله ربنا بيكرم مي وبتروح تشرب بق المية اللي طلعت ميتين عليه وبترجع تتخمد من تاني. وتاني يوم مورا مش بيعبر مي اليوم الدراسي كله، لكنه بيقابلها في الشارع وهم مروحين،
وبتبقى لسه شارية واحدة كيمو وبتاكل فيها وهو بيقف جنبها يسلم عليها، ومية بتخلص الايس كريماية وبتروح ترميها، لكن عمنا مورا بيمنعها، وده علشان طلع فيها مكسب وكله الا الايس كريم المجاني يا عمنا. ومي بتعمل فيهم بالجود والكرم وبتدي المكسب بتاع الايس كريم لمورا، ومورا طبعا مش هيضيع المكسب ده هيحنطه يا معلم. وبيكمل ماشي في طريقه لحد ما بيلاقي قطة في الشارع، وبيفضل ماشي وراها زي العبيط لحد ما بيشوف زوما قدامه. وكمان في بنت رايحة تعترف له بالحب، ومورا بيستخبى بسرعة علشان ما يبوظش اللحظة الرومانسية دي، لكن القطة بتبقى مصممة انها تقول مياو وتفضح مكانه، وخلاص مورا بيتمنى الارض تنشق وتبلعه من الاحراج وقتها. والوضع مش بيخلص على كده، لا ده كمان مي بتبقى معدية وشغالة تنادي على القطة هي كمان، ومورا مش بيبقى عايزها تظهر قدام البنت وزوما وتبوظ عليهم الدنيا، لكن مي بتقرر بقدرة ذكائها اللي تحت الصفر وبتروح تتمشى ورا القطة عادي. فبيقوم مورا بسرعة يمسك مي بعدها بسرعة عن زوما والبنت علشان ياخدوا راحتهم في الكلام. وفي النهاية البنت بتعترف لزوما، وزوما بيرفضها أساسا وبيعرف إن في قلبه بنت تانية. أما مي فبتبقى في وادي تاني وهي بتقول لمورا إنها شافت قطة معدية قدامها. وبتمر الأيام وبيجي وقت الراحة المدرسية واللي المفروض فيها الكل بيبقى متحمس للفسحة أخيرا، وشغالين يخططوا ويتكتكوا، ومورا بيبقى قاعد مع أصحابه الاتنين وهما بيخططوا الخطة، لكن البيبي بيبقى في وادي تاني وسرحان مع مي أساسا، لدرجة إن أصحابه بيقولوا له يا عمنا ما تروح تقعد جنبها وتريحنا، وبيفضلوا يتريقوا عليه ويقولوا له روح حاسب النضارة بتاعتها هتقع منها. وخلاص سمعة مورا بقت في الأرض بسبب مي، وإنه بقى مشهور بإنه سمب مي حرفيا. ومع ذلك هو مش رافض عادي، بل إنه بيفرح كمان لما أصحابه بيعملوا موقف رجولة معاه وبيقرروا إنهم يضموا شلة مي لشلتهم في الرحلة، وده علشان الباشا يتقرب من مي براحته يا معلم. ومي بتبقى قاعدة هي كمان مع شلة البنات أصحابها واللي بيتريقوا عليها إنها لازقة في مورا على طول، ومش شايلة هم النضارة، وبتحلف هي ليهم إن المرة دي خلاص هتجيب نضارة معاها احتياطي، ما هو مش ناقصة مصايب على المسا. ومي أول ما بتروح البيت أول حاجة حرفيا بتعملها إنها تدور على النضارة الاحتياطية وتحطها في الشنطة علشان تضمن إن مفيش حاجة هتنكد عليها، لكنها بتنكد على نفسها أصلا لما مش بتعرف تنام من كتر الفرحة إنها رايحة رحلة أساسا. وبسبب كده بتروح المدرسة تاني يوم متأخرة وعلى ملا وشها لأنها مستعجلة، لا وكمان بتتكعبل وبتقع نضارتها وبتتكسر، بس لحسن حظها بتطمن إنها جايبة نضارة احتياطية معاها. ومورا بيفهم كده بس مش بيرضى يكسفها، بينما مي بتعمل نفسها إن الدنيا فل وشايفة كل حاجة، لحد ما في نص الرحلة بتقرر إنها هتتكعبل دلوقتي وتقع على مورا لأن أصلا مش شايفة قدامها. ولما مي بتعرف ان مورا عارف كونها لابسه نضاره مش حقيقيه بتتكسف جدا وبتحاول تعمل نفسها انها قادره تعيش عادي، وبتكون عايزه تستمتع بالرحله عادي مع باقي زمايلها ومش عايزه تشيله همها، بس ده مش بيحصل لانها بتتوه في نص الرحله، ومحدش بيعرف لها طريق ولا بيعرف يتواصل معاها على التليفون لانها مش شايفه التليفون اصلا. ومن بعد ما مورا المسكين بيلف عليها السبع دوخات بيلاقيها قاعدة زي الكلبة تحت شجرة وبيفرح أول ما بيشوفها، لكن مي بتنفجر من العياط لأنها مهملة دايما ومخليها يشيل همها ومشاكلها، ودي أول مرة مورا يشوفها فيها بتعيط، وبتكون وقتها صعبان عليه لدرجة إنه بيعيط هو كمان معاها، وبيحاول يرضاها وبيعترف لها بالحقيقة، وهو إن بيدعي أصلا ربنا كل يوم إنها تنسى النضارة بتاعتها، وكل ده علشان يلاقي فرصة أصلا إنه يتلزق فيها ويساعدها. ومية بتستغرب من الكلام ده لكن في نفس الوقت بتفرح. وخلاص بيكونوا مروحين من الرحلة، ومورا بيبقى شايل الهم ازاي هيحط عينه في عين مي من تاني من الكسوف، لكنه بيلاقي هو الرد من مي لما بتمسك ايده وبتعترف إنه عيل طيب وابن حلال علشان بيحب يساعدها، وده بيخليها تحس بشوية تحسن وإنها مش عالة ولا حاجة. أما مي فبتقعد تفكر في كلام مورا ده كتير، وللأسف بتقرر إنها تشغل دماغها وبتفكر إن مورا بيقول لها الكلام ده علشان يطيب بخاطرها، وعلشان كده هي ناوية تحط عدسات نظر بدل ما هي معذبة معاها كده. ومورا بيجي الفصل وبيروح يقول لمي إنه آسف لو كلامه ليها امبارح خلاها تحس بتوتر ولا حاجة، بس مي بالعكس بتشكره وبتعرفه انه مش عايز تعتمد عليه في كل حاجة برضه، وناوية تلبس عدسات نظر. لكن على اخر اليوم اصلا بتستسلم وبتشوف مرا قدامها وبتقوله خلاص انا رجعت في كلامي، العدسات خلت عيني تورم، وانا بصراحة بقيت متعودة انك تساعدني في الرايحة والجاية، ده غير انها بتمسكه من خدوده وبتستغرب انه مكسوف، وبتفضل تسأل نفسها هو انا مميزة بالنسبة له ولا لا. يا حاجة المدرسة كلها عرفت انه بيحبك وانت لسه، ده ايه المرار الطافح ده. وعلشان كده في اليوم التاني في المدرسة مي بتيجي الفصل وهي الضحكة واصلة لقفاها وبيبان عليها انها في مود كويس، لدرجة ان مرا بيستغرب ومش بيبقى فاهم هي فرحانة كده ليه ومتفائلة بالحياة قوي كده، بس هو بيكون مبسوط لانها مبسوطة وخلاص. وفجأة مي كعادتها بتروح تلزق في وش مورا وتقطع عليه الخلف، وبتمشي وصاحبتها سوم الغتة بتروح لمورا وتقول له انت بتوعد مي ولا ايه، ما انتوا لازقين في وش بعض دايما. ومورا بيغمى عليه من فكرة بس كلمة مواعدة، والمشكلة مي مش عاتقة مورا ده وبتفضل طول اليوم حرفيا لازقة فيه وفي وشه،
لدرجة إن الكل بيلاحظ ومحدش عنده تفسير للي بيحصل ده أبدا. ومي من كتر ما النهاردة مركزة مع مورا جامد بتتكعبل في حصة الألعاب وبتقع على نافوخها، ومورا بيضطر يوديها أوضة الممرضة وبيربطوا لها دماغها، وهناك مورا بيطمن عليها وبيكون خلاص هيرجع الفصل، لكن مي بتقرر إنها تقعد تفتح معاه موضوع وبتسأله هيعمل ايه في عطلة نهاية الأسبوع وحياته ماشية ازاي، وهو بيعرفها إنه بيقضي الأجازة دي في إنه يروح يلعب كورة مع أصحابه أو بلاي ستيشن. بس بيسألها ايه مناسبة السؤال يعني، وهي بتفهمه إنها زعلانة علشان هو ما كلمهاش كتير طول اليوم وإنها بتحب ترغي معاه وخلاص. ومورا بيتصدم من كلام مي ده، لكنه بيرجع الفصل تاني وهناك بيكونوا كل الطلاب شغالين ينظفوا في الفصل. وبعد ما مي بتخلص بتقوم تقفل الدولاب بالغلط على شعرها، ومورا أول ما بيشوف ده بيحصل بينهار وكأنه شاف جريمة قتل ولا حاجة، وبيقول لها حسب شعرك لزق في الدولاب، ومي بكل برود بتفضل تشد في شعرها ومش مهتمة إذا كان يتقطع ولا لأ. بس مورا مع كل شدة حرفيا بيتوفى وبيقترح عليها إنه يقصلها شعرها اللي لزق في الدولاب ده، وبيقلب جراح مخ وأعصاب وبيفضل مركز أحسن يقص 5 شعرات بدل 4، وكأن حياته كلها متوقفة على الشعريتين دول. واما اخيرا ربنا بينفخ في صورته وبيقرر انه يقص شعر مي، بيحس انه هيعيط، ومي بتقوله خلاص هبقى اشوف وصفة على اليوتيوب تطوله ما تزعلش. وبعد شوية كمان مي بتقرر انها تعمل تسريحة ديك حصان، وتوكة الشعر بتقع على الارض، ومرة الراجل الجنتلمان بيديها التوكة وهي بتستغل الفرصة وبتطلب منه انه يربط لها شعرها. وهنا مرة بعد ما كان جراح مخ واعصاب من شوية دلوقتي اتحول للكوافير الخاص بتاع الاستاذة مي، وبيفضل يفنن في شعرها على حتة ديل حصان معفن. وبيروحوا علشان يجهزوا الزينة بتاعة المدرسة للمهرجان، ومي بتفضل لازقة في مورا علشان تساعده، بس هي مش بتساعده، لا دي بتبوظ الدنيا، وهو بيسيبها على راحتها وخلاص لحد ما هي شخصيا بتزهق. وهو بيروح يجيب شوية صمغ بدل اللي خلصوا، بس بيلاقيها جاية وراه زي الكلبوبة وبتروح مع لأوضة الرسم، وهناك بيتحبس فيها. ومورا بيبقى خلاص بيفتكر انه هيتخطف ويموت، وبيبقى عايز يرن على امه يودعها، بس الست مية في مود الرومانسية وبتبقى مصممة تحاول تستكشف وش مورا، وبتفضل تبحلق فيه وفي وشه ساعتين تلاتة، وهو خلاص قرب يعيط من كتر الخضة، وبيرجع الفصل ووشه كله حبر، وزمايله بيفضلوا يضحكوا عليه ومش عارفين الحبر ده جاي منين. ومورا بيروح بيته لانه الولد البرب امه، وبيكون قاعد يغسل ليها المواعين على العشاء، وام الروشة طحن بتكون متحمسة للمهرجان الثقافي في المدرسة، وبتقترح عليه كمان انه يخرم ودانه ويركب حلق. لا وكمان مورا هو اللي بيرفض وبيقول لها ان ده ما يصحش وعيب ومعرفش ايه، ومش كفايه سمعت كلامك وصبغت شعري، وبيعمل فيها شرطة الأخلاق والرجولة. وبيروح تاني يوم المدرسة وبيصطبح بمية وهي وشها في الأرض، وبيفتكر إنها ماتت ولا حاجة، وبيفضل يصرخ، لكنها بتطلع إنها قاعدة بتدور على حاجة في الأرض واقعة منها، وإنها مضطرة تلزق وشها في الأرض حرفيا علشان تلاقيها، والحاجة دي بتطلع إنها خرزة. ومورا بيفتكر إن دي الحلقة الدهب بتاعها، لكن في النهاية أصلا مورا بيلاحظ إن مي مش بتلبس حلقان وإنها مجرد خرزة عادي. ومي بتبص في وش مورا وبتقول له فجأة إنه هيبقى وسيم لو حط حلقة، ومورا بيتكسف جدا، ويعني اشمعنى لما الست الوالدة قالت لك بيبقى عيب وهنا مش عيب يعني. ومورا فعليا يعني بيبتدي يدور الموضوع في دماغه وبيحاول يقاوم علشان ما يبانش انه مدلوق قوي كده على مي. وفي المدرسة اليومين دول الطلبة بيبقوا مشغولين في التحضير للمهرجان الثقافي ده، وبيطلبوا منهم انهم يقعدوا الوقت اضافي بعد المدرسة، وده علشان يخلصوا كل اللي عليهم. بس الحاجة مي اهلها عاملين لها حظر تجول واخرها 6 المغرب، واصحابها بيفضلوا يتحايلوا عليها، بس هي بتحلف لهم ان اهلها هيعاقبوها لو اتاخرت ومش هيدوها مصروف تاني. بس الهانم مية اول ما بتعرف ان الاستاذ مرة هيقعد لبعد المدرسة هو كمان، بتقرر انها تضحي النهاردة وتتأخر عن ميعاد مروحها للبيت بس علشان تقعد مع مورا. ومورا بيفضل يقنعها انها تروح بيتها عادي مش لازم يعني. واثناء ما الكل شغال على المهرجان مورا بيلاحظ تليفون مي اللي مرمي على الارض، وبيمسكه وبيلاقي 1.5 مليون مكالمة فائتة من امها. وحرفيا يعني مي هتروح البيت يتعمل منها بطاطس محمرة وشوية ويقرأ على روحها الفاتحة. وبيقرر انه يعمل نفسه من بينها ويسيب التليفون مكانه، ومي بتروح تمسك التليفون وبتلاقي كم المكالمات المهول ده، وبتروح تمسك نفسها بسرعة وبتجري بسرعة البرق علشان تروح بيتها بدل ما تموت دلوقتي. وبتبقى عاملة زي المجنونة ومش واعية لنفسها لدرجة انها بتلبس جزمة غلط وبتجري بيها للبيت، ومورا بيجري وراها علشان يطمن عليها، وبيبقى معاه جزمتها الأصلية وبيشوفها وهي قاعدة بتعيط في الشارع، بس مش عارفة انه بيراقبها أساسا. ومي بتروح البيت ومورا بيبقى واقف قدام البيت وخايف عليها من التهزيق، فبيروح يخبط على بيتها والحاجة بتفتح له الباب، وبيعرفها انه زميل مي، وبيضحك عليها ويقول لها انها اتاخرت علشان ما كانتش لاقيه جزمتها، وبينقذها من التهزيق، وامها بتسامحها وبتقول لها خلاص روحي اتعشي ونامي. ومورا بالرغم من انه انقذها من العقاب الا انه بيفضل يلوم نفسه انه عيل متطفل. والاسبوع اللي بعده خلاص المهرجان الثقافي بيبدا، وكل الطلاب قاعدين عارضين مشاريع والدنيا طرش، حتى النهارده بيبقى يوم مش عادي. ده مي بذات نفسها جابت نضاره الف حمد وشكر ليك يا رب، وبتفضل مركزه مع كل المشاريع اللي مورا عارضها.
وفجأة بتروح تقعد بره المدرسة ومورا بيروح يقعد جنبها وهي بتقرر انها تمسك وشه علشان تتأمل ملامحه مرة تانية، وهو بيتخض منها وبيستغرب هي عايزة تتأمل ملامحه ليه اصلا ما خلاص لبست النضارة. بس المرة دي هو اللي بيبقى جريء وبيقعد يدقق في ملامحها وهي بتضحك في وشه وتقول له انا بحبك زي ابويا، يعني انت فضلت تصوم وفي الاخر بتفطر على بصلة. وبعد كده في المدرسة اللي بيعملوا فيها كل حاجة في الدنيا الا الدراسة دي بيوزعوا على الطلاب ورقة وبيقول لهم يكتبوا فيها الدراسة اللي حابين يكملوها بعد المدرسة، واذا كانوا رايحين كليات او مدارس تانية بعد المدرسة دي. وعمنا مرة بيبقى مركز في الورقة لحد ما مي بتسأله عن احلامه وطموحاته، وهو بيبقى مكسوف يقول لها ان ما عندوش اي احلام ولا طموحات، بس هو كان بيفكر يكمل تعليمه زي اي بني ادم تاني، وكمان عاوز يشتغل في شركة ويقبض وخلاص. وبيسألها هي بقى عن حلمها وبترد عليه بكل برود انها مش بتحلم بحاجة غير ان يبقى عندها حوض سمك، وانها يعني كده كده هتكبر وتتجوز. والله حتى حوض السمك كتير عليك يا حاجة مي. ومورا بيستغرب اصلا من كتر ما دماغها مهوية خالص. وبيروح بيته بقى في اليوم ده بيلاقي ان امه عامله عشاء معتبر رز بالبيض، وبيفتكر قبل كده مي وريته انها عامله رز بالبيض وبيفضل يفتكر يا ترى طبخ مي عامل ازاي. وبيروح المدرسة وهناك بيفضل يملي في الورقة بتاعت أحلامه دي، وتقريبا بينسى نفسه وبيكتب إن نفسه يبقى زوج مي. وبتيجي تقرا الورقة لأنها جايبة النضارة لليوم التاني على التوالي. الله أكبر يا جدعان. وبتتقمص منه أول ما بتشوف كلمة زوج دي وبتسأله جوز مين إن شاء الله يلا. وبيروحوا لحصة الاقتصاد المنزلي وهناك بيتفرقوا المجموعات، ومي بتقع في قرعة مع زومي الغلس الوسيم، ومورا بيبقى عامل نفسه فيه اللي مكفيه، وده علشان ما يبانش انه هيطرشق من الغيرة وان مي قاعدة بتخبز بسكوت مع زومة وهو لا. وبتفضل مي تحكي مع زوما وبتعرف منه انه واقع في حب بنت، لكن البنت دي اصلا كبيره وفي الكليه وحوار كبير خالص. ومورا مش بيبقى سامع حواراتهم دي وهيموت ويعرف بيتكلموا في ايه، وخلاص الغيره هتخليه يعيط حتى انه بعد المدرسه بيروح يمشي بسرعه. وبيكون مقموص من ان مي اتقربت من زوما النهارده وبقت تعامله كانه مورا بالظبط. ومورا بيبقى ماشي في الطريق وهو مقموص وناسي نفسه ومش منتبه ان مي شغاله تجري وراه طول الطريق، ولما بيعرف انها كانت بتجري وراه كل ده بيقف قدامها وبيجيب لها ازازه ميه وبيعتذر منها، وهي بتشكره وبتقوم مدياله كيس مليان بسكوت، وبتعترف انها كانت قاعده في حصه الاقتصاد المنزلي علشان تعمل له شويه البسكوت دول مخصوص. ومورا خلاص بتكون كل الافكار السلبيه اللي في دماغه بتروح بعد البسكوت ده. وتاني يوم مورا بيبقى قاعد في الفصل، فبيجي صاحبه الغلس وبياخد صوره من الديسك بتاعه، وبيطلع انها صوره مورا وهو صغير لما اتكعبل وقع على مناخيره واتكسرت. وبيفضل يفرج الفصل كله عليها وبيضحكوا، وبيجي دور مية علشان تشوفها بس مش بتلحق، وعلشان كده بتطلب منه انهم يروحوا مع بعض للبيت النهارده. ومورا بيوافق بس في نص الطريق بتقول له استناني هنا في الحديقة، وبتجري على بيتها علشان تجيب النضارة مخصوص وبترجع للحديقة من تاني، وكل ده بس علشان تقول له وريني صورتك وانت مناخيرك مكسورة. ومورا بيزعلها لما بيعرفها انه اصلا نسي الصورة في المدرسة، لكنه بيعمل نفسه عظمة وبيقرر انه يتشقلب على المرجحة، وبيحاول يكسر مناخيره قدامها مرة تانية، وكل ده علشان يفرح الأستاذة مي. وفعلا بتفرح لها وكمان بتتصور سيلفي معاه. وبتروح المدرسة في اليوم اللي بعده بنضارة، لكنها بتبقى نضارة غريبة، ومورا بيسألها إذا كانت غيرت النضارة بتاعتها، وهي بتعترف ليه انها لابسه نضاره مش حقيقيه، وبتخلعها وبتخليه هو يلبسها، وبتطلع من شنطتها النضاره الاصليه، وبتفضل مبحلقها في وش مورا وبتقول له ما تقلعش النضاره دي طول اليوم علشان شكلك وسيم بيها. وهو طبعا مدلوق وبيسمع الكلام، وبيبقى طول اليوم مركز معاها ومع شعرها لسبب ما النهارده، وبيفضل يتغزل في جمالها خصوصا بعد ما صاحبتها بتعمل لها تسريحه جديده. ومن كتر ما هو مركز بيلمح حتى حبات الرز اللي بتكون لازقه في شعرها بالغلط من وهما بيتغدوا مع بعض. وبعد اليوم الدراسي ده مورا ومي بيكونوا مروحين مع بعض، وابتدوا الايام دي يروحوا مع بعض كتير، ومي بتفضل ترغي في اي مواضيع غريبه والسلام، حتى انها بتفضل تقول لمورا انها بتحب ارانب البحر وحاجات عبيطه من دي. بعدها بتسيبه علشان تكمل في طريقها، ومورا بيلاحظ ان في شاب بيوقفها في الشارع وبيفتكر انه هيروح يعاكسها ولا حاجه، ومورا بيكون خلاص رايح ينط في كرش الشاب ده، لكن بيطلع انه شاب مسكين زميل مي في المدرسه من الابتدائي وبيسلم عليها عادي. وفي المدرسة مي بتيجي وبتحكي لمورا انها قابلت واحد من المدرسة الابتدائية كان زميلها، وانها ما كانتش فاكراه بسبب انها كانت بتنسى النضارة كتير، وتعرضت لموقف محرج قدام الواد بسبب ده. ومورا بيعمل نفسه انه ما كانش شايف انها اتكلمت مع الواد امبارح اصلا، ومع ذلك بيبقى فرحان لان ده معناه ان مي فاكراه على طول ومش ناسياه زي ما كانت ناسيه الواد ده. وخلاص اصلا دلوقتي السنه الدراسيه بتخلص، فاضل بس كام يوم اجازه بعدهم امتحانات، والمفروض ان كل واحد بقى يطلع يشوف حياته. ومورا مش بيبقى عارف اذا كان بقى مي هتفضل فاكراه ولا هتنساه زي ما نسيت الواد ده. ومي بتفضل لازقه في مورا لزقه سودا، وبتبقى حزينه انها هتفضل فتره مش بتشوفه لحد الامتحانات، وعلشان كده بتطلب منه انه يجي معاها للحديقه.
وبتفضل تبحلق في وشه كأنها هتودعه ومش هتشوفه تاني، وتصرفاتها بتبقى غريبة فشخ، حتى انها بتفتكر في اليوم ده انها تبعت له الصورة السيلفي اللي اتصورتها معاه لما كان هيكسر مناخيره علشان خاطرها. وخلاص كده مي بتروح تودع مورا وبتقول له ابقى اشوف وشك على خير وهو بيمسك ايدها قبل ما تمشي، وبيطلب منها انهم يتقابلوا في الاجازة ولو مرة واحدة. ومي بتوافق وقتها، بس ده مش بيحصل طبعا، ومش بيعترفوا حتى بالحب لبعض. لكن مورا بيفتكر قبل كده وهو صغير اصلا انه قابل مي في دكان وهي بتشتري ايس كريم واتكلم معاها وعرف انها بتشوف من غير نضاره عادي. وبكده يا صديقي للاسف بتنتهي قصه مي ومورا العبط اللي مش بيشوفوا بعض تاني اطلاقا. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.